التايم مانجمنت سكيلز من اهم المهارات لاي ميديكال ريب محترف، لانها بتحدد كفاءته وتاثيره في شغله. كتير مننا كميديكال ريبس بنحس اليوم بتاعنا بيخلص بسرعه، بنعمل كذا زياره، بنعمل كذا مكالمه، بنعمل كذا روبوت، وفجاه اليوم خلص واحنا لسه ورانا حاجات كتير جدا. فالسر يا صديقي انك مش تشتغل كتير، السر انك تشتغل بذكاء. فحدد الدكاتره اللي انت هتزورها في يومك. اياك تنزل وتقول انا هزور اي حد او هجيب اي دكتور بحيث يومه يخلص على الفاضي. صدقني انت كده يومك مش هيخلص خالص. وحاول تشتغل بقاعده 80-20. يعني ايه؟ بمعنى ان 80% من البريسكريبشن هتيجي عن طريق 20% من الدكاتره، فحاول تفوكس على 20% من الدكاتره دول، لان دول اللي هيجيب لك الطريق. وما تضيعش وقتك مع دكاتره مش هتفيدك. وحدد وقت لكل زياره. ما تقولش انا عامل مع الدكتور ده ريليشن قويه جدا فهخش اقعد معاه نص ساعه ساعه. صدقني انت كده يومك هيخلص بدون ما هتكون عملت اي حاجه. وحاول يا صديقي تستغل وقت الانتظار بنجاح. احنا كلنا كميديكال ريبس وانس ان احنا قاعدين ويتنج منتظرين الاسيستنت تقول لنا اتفضل يا دكتور بالزياره، بنبقى ماسكين الموبايل وفاتحين فيسبوك، فاتحين واتساب، او ايا كان بنعمل ايه بالظبط. فصديقي ده خطا شائع احنا كلنا بنعمله. فنحاول نستغل وقت الانتظار بنجاح. حاول نراجع الاوبجيكتيف اللي احنا حطيناه من الزياره عشان نقدر ندسكاس مع الدكتور وناخد منه كومنتمنت صح. فالبروفيشنال مش اللي عنده يوم طويل، البروفيشنال اللي بيقدر يستغل كل دقيقه من اليوم. في الفيديو اللي جاي هنتكلم على سكيل في غايه الاهميه. هنتظر حضراتكم تتوقعوا السكيل دي في الكومنتس، واللي هيتوقع صح هيبقى ليه جايزه ان شاء الله معانا جدا. انتظرونا.